السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ قصي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة بريوش. هذا البريوش يجي قطني، مقاديره سهلة متواجدة في كل بيت، طريقة تحضيره بسيطة ما تاخذش وقت. بلا ما نطول عليكم نمر مباشرة نشوفوا مقادير الوصفة وطريقة التحضير. أول شي بسم الله. لهذا البريوش نحتاج نصف كاس ماء يكون دافي، نحتاج أيضا نصف كاس حليب يكون كذلك دافي، نحتاج ملعقة أكل خميرة الخبز، نحتاج 3 ملاعق أكل سكر عادي. نخلط كامل المكونات مع بعض. قبل هذا نوضع عليهم 2 ملاعق فرينة ولا دقيق أبيض، يعني نفس الملعقة اللي استعملت بها الخميرة واستعملت بها السكر نوضع لها الفرينة. نخلط هكا بالفوي مع بعض من غير تخلطولي. نغطي هذاك الخليط بمنديل ونخليه يرتاح لي حوالي 10 دقائق. هنا بعد ما جازت 10 دقائق ارتاح لي هذاك الخليط وضاعف لي حجمه، نبدأ نضع في باقي المكونات. يعني كمرحلة ثانية نوضع ربع كاس زبدة ولا مارغرين تكون ذيبة مع بياض حبة بيض، والصفار نحتفظ به في الأخير للتزيين. نضيف لهم مبشور حبة ليمون، تقدروا تستعملوا مبشور البرتقال، يعني هاد مبشور الليمون حيعطينا ذوق رائع للبريوش. ونضيفوا لافاني، نخلطه كامل مع بعض. ونبدأ بعد ما تخلطوني نبدأ نحط في الفرينة، نحط الفرينة بالكاس. نحط الكاس الأول اللي كنت نعبر به، الكاس اللي كنت نعبر به المواد السائلة هو اللي عبرت به المواد الجافة، ونحط معاه ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نحط الكاس الثاني. هنا إذا حبيتوا تضاعفوا المقادير كل شيء ضعفوه، يعني من بداية من المكونات السائلة حتى المكونات الجافة. نخلط هكذا بالفوي، تقدروا تستعملوا يدكم. هنا الكاس الثالث ضفت منه حوالي ملعقة. نلم العجينة هكذا مليح حتى تحصلوا على عجينة تكون متماسكة وفي نفس الوقت تكون تلصق شوية في اليد. هنا غير انضمت لي العجينة، نعجنها هكذا بحوالي 3 دقائق هكذا. في الأخير البريوش حيجيكم بزاف خفيف. لاحظوا راهي تلصق شوية في اليد. نخليها تخمر حوالي نصف ساعة وممكن أقل إذا كان درجة الحرارة مرتفعة حتى يتضاعف لي الحجم نتاعها، تخمر لي مليح. هنا بعد ما خمرت لي وتضاعف لي الحجم نتاعها نحاول نهبط لها هذيك الخميرة هكا باليد قبل ما نبدأ نشكل في الكرات تاع البريوش. نوضعها في طاولة العمل ونقطعها إلى قطع. إذا حبيتوا الكرات تاع البريوش يكونوا شوية كبار قطعوها إلى 6 قطع، وإذا حبيتوا الكرات شوية صغار كما أنا قطعتهم إلى 9 قطع. بعد ما قطعت العجينة نتاعي إلى قطع متساوية نحاول نشكلها هكا شكل كرة بالأصابع. لاحظوا الطريقة هكذا فقط. مباشرة نوضعها في سنيوة، كنت رشيتها بشوية فارينة. نحاول نبعد بين الكرات تاع البريوش، والفرن راني شعلته على 180 درجة.
هنا بعد ما شكلت كامل كرة تاع البريوش، الصفار الحبة تاع البيض اللي احتفظت به راح ندهنو فوق الحبة تاع البريوش، لكن نخليه يخمر قبل يتزيد يتضاعف الحجم تاعو. المرة الثانية نجيب صفار الحبة تاع البيض، ضفت عليه شوية حليب وندهن الحبات. هنا بالنسبة للمرحلة الثانية خليته يخمر لي حوالي 4 ساعة كذلك، يعني على حساب درجة الحرارة. ندهن له هذاك الوجه نتاعو تاع البريوش. كما قلت لكم الفرن شعلته على 180 درجة، خليته يسخن مليح. هذه الخطوة ضرورية انه يسخن مليح. نخلي البريوش يطيب لي من التحت، كي يطيب لي من التحت نجعل له من فوق يتحمر، ياخذ هذيك التحميرة. هنا بعد ما طاب لاحظوا الخفة تاعو جا بزاف خفيف، جا قطني. صراحة وصفة بزاف رائعة. انا جربت وصفات لكن هاد الوصفة عجبتني بزاف. كتزيين راح نرشو بسكر ناعم ولا سكر غلاس، تزيين كيما تحبوا نتوما. انا نكمل نزينه كامل ونوريه لكم في طبق التقديم. لاحظوا هنايا بعد ما وضعته في طبق التقديم، كاين اللي زينتهم بخطوط تاع الشوكولا، كاين اللي خليتهم غير بالسكر ناعم. لاحظوا الخفة جا بزاف خفيف. كما لاحظتوا المقادير جد بسيطة وطريقة التحضير سهلة جدا. شوفوا نقسم لكم شحال خفيف من الداخل، ما يجيش معجن. وصفة ناجحة، نتمنى ان شاء الله تجربوها، تعطوا لي رايكم. اذا لحقنا لنهايه لا فيديو. كانت هذه وصفتي لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم خليوا لي جيم، ونلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.